قبل ما نبدأ الفيلم صلي على النبي في الكومنتات ويلا بينا. بيبدأ الفيلم في حفلة كبيرة، وبنلاقي دكتور جامعي المساعدة بتاعته بتقدمه علشان يلقي الخطاب بتاعه، وبيكون الدكتور متوتر جدا وفي حاجة مخوفاه، وبيبدأ الخطاب وبيتلخبط في الكلام، وبنلاقيه فجأة بيغلط في كل الحضور اللي موجودين. ولما المساعدة بتاعته بتحاول توقفه عن اللي بيعمله، بياخد السكينة وبيقطع صباعها فورا، وبيحطه جوه المنديل، وبيترعبوا كل الموجودين وبيهربوا من المكان. وبيحاول الأمن إنه يسيطر على كل اللي حصل، ولكن الدكتور بيحاول يقاوم، فالأمن بيضربه بالرصاص وبيقتله فورا. ومحدش بيكون عارف ليه الدكتور ده عمل كده أصلا. وبنروح لإيلوت، وده مندوب مبيعات في شركة كبيرة، وبيكون المدير بتاعه محتاجه في اجتماع. وبيكون إيلوت متفائل جدا، وبيكون فاكر إنه هيترقى من منصبه. وبيروح إيلوت الاجتماع وبيلاقي إن المدير بتاعه بيقرر إنه يرفضه، وده علشان إنه إيلوت شخص مثالي، وبيقول له إن شغله لازم إنه يقنع الناس إنهم يشتروا معظم السلع بتاعتهم، مش الناس اللي محتاجينه بس. وإيلوت بيكون مصدوم جدا وبيحاول يستعطف مديره، ولكن مديره مش بيسمع له وبيطرده من مكتبه. وبيرجع إيلوت لبيت والده وبيلاقي إن في فواتير إيجار كتير متراكمة عليه، وإن في إنذار بالطرد. وبيكون إيلوت يائس جدا وبيعرض على والده إنه يعيش معاه، وبيحصل ما بينهم مشادة كلامية وبيسيبوا إيلوت وبينزل من البيت. وبيركب إيلوت عربيته وبيلاقي في الكرسي اللي جنبه موبايل بيرن، وبيستغرب إن الموبايل ده جه إزاي هنا أصلا. فبيرد وبيلاقي إن في واحد بيقوله إن مبروك تم قبولك في عرض ألعاب، وإن ليك فرصة للفوز بمبلغ مالي كبير لو شاركت في المسابقة دي. فإليوت بيقول له إنه أكيد الرقم غلط، فبيأكد المتصل بيانات إليوت وبيقول له تفاصيل كتير عن حياته. فبيستغرب إليوت جدا، وبيقول له المتصل إن كل تحدي هيتم تحويل مبلغ مالي على حسابك البنكي. وبيديله أول تحدي وبيقول له اقتل الدبانة اللي في العربية، وهيتم تحويل $2000 لحسابك. وفعلا إليوت بيقتل الدبانة وبيلاقي رسالة فورا بتحويل المبلغ المالي، فبيستغرب جدا إن الفلوس فعلا وصلته. فبيكمل المتصل كلامه وبيقول له إن التحدي التاني إنك تاكل الدبانة اللي أكلتها، وده مقابل مبلغ مالي $4000. وبيفكر إليوت في كلامه وبيروح بيته علشان يتأكد إن المبلغ وصل له فعلا ولا لأ. ولما بيتأكد فعلا بيبتدي ياكل الدبانة، وبيلاقي بعدها إن في رسالة بتحويل المبلغ لحسابه. وبتجيله رسالة من نفس الشخص بيقوله فيها إن قدامه فرصة ما تتعوضش خلال 70 ساعة، إنك تنفذ فيها 13 تحدي، وساعتها هتبقى مليونير. ومن شروط المسابقة إنه لو خسر أي تحدي هيخسر كل الفلوس اللي كسبها. وبيقوله كمان إن الموضوع لازم يكون في سرية تامة. فبيوافق إليوت فورا على الاشتراك في المسابقة. وتاني يوم بيجيله التحدي الجديد، وبيكون إنه يخلي أي طفل موجود في المكان إنه يعيط مقابل $7000. وبيروح إليوت لطفلة صغيرة وبيقول لها إن أهلها مش بيحبوها، وبيفضل يضغط عليها لحد ما الطفلة بتعيط فعلا. وبياخد إليوت عربيته وبيبتدي إنه يهرب من المكان. وبيروح إليوت هو ومراته الكنيسة اللي فيها والده، وبيجيله التحدي الرابع، واللي بيكون مطلوب منه فيه إنه يسرق اللوحة اللي قدامه اللي جاية تذكار للكنيسة، وإنه يولع فيها في أي مكان. وبياخد إيديت اللوحة وبيبتدي فعلا إنه يولع فيها، وفعلا بيتحول له مبلغ $15000 لحسابه. ولكن النار بتزيد جدا وبتولع في أوضة في الكنيسة. فبيبتدي يهرب إليوت وبيروح ياخد والده وبيتحرك فورا من الكنيسة. وبيجيله اتصال للتحدي الخامس، وبيكون عبارة عن إنه يمشي ورا واحد مشرد وياخد الملابس بتاعته منه. وبيطلب إليوت من مراته إنها تاخد والده وتروح البيت، وهو هيبقى يفهمها على كل حاجة بعدين. وفعلا بيروح ورا الشخص المشرد وبياخد ملابسه وبيلبسها مقابل نعامة. وبنلاقي إن والدة الطفلة موجودة في اسم الشرطة بتبلغ عن الشخص اللي عمل في بنتها كده. وبنلاقي إن الراجل المشرد برضه مقدم بلاغ في إليوت، وإن الكنيسة مقدمة بلاغ في الشخص اللي حرق الكنيسة. وبيستغرب المحقق من أفعال إليوت، وليه أصلا شخص يعمل كده، وبيستنتج إن في سر ورا إليوت. وبنلاقي إليوت جاله التحدي السادس، وده مقابل $100000. والتحدي بيكون عبارة عن إنه يطلع شقة معينة وياخد الشخص اللي فيها يشربوا قهوة في أي مكان قريب. وبيفرح إليوت جدا إن التحدي سهل مقابل مبلغ كبير. ولما بيطلع إليوت بيخبط على باب الشقة، وبيلاقي الباب بيفتح لوحده، وإن الشخص اللي في الشقة ده ميت. فبيتعصب إيلوت جدا وبيكون عاوز إنه يكمل التحدي. فبياخد الجثة على العربية وبيبتدي يروح بيه أي مكان قريب علشان ينفذ التحدي. وبيروح فعلا مطعم وبيبتدي يقعد الجثة على كرسي وبيطلب له قهوة. وبنلاقي إن في شرطة ابتدت تدخل المطعم،
وبيبتدي الضابط إنه يطلب قهوة، فبتنزل القهوة للضابط قبل ما بتنزل لإليوت، وبيكون الوقت بيعدي. بيبتدي إليوت إنه ياخد القهوة من قدام الضابط وبيحطها قدام الجثة، وبيكسب التحدي. وابتدى الشرطي يتضايق جدا من الموقف، وابتدى يهدد إليوت إنه هيسجنه. ولكن إيلوت بيقول للضابط إنه بيشرب خمور أثناء عمله، وده ممنوع، ولو ما سابوش يمشي فورا هيعمل له مشاكل. وفعلا بيسيبوا الضابط إنه يمشي، وإيلوت بيتحرك وبيسيب الجثة في المطعم. وبيجيله رسالة إنه نجح في اجتياز التحدي السادس، وكمان علشان قدر يفلت من الشرطة فكده هيعتبروه إنه نجح في التحدي السابع كمان. وبيقفل المكالمة وبيلاقي إن في أتوبيس الباب بتاعه مفتوح علشان يركب فيه. والناحية التانية بنلاقي إن الشرطة وصلت المطعم واكتشفت الجثة. بيلاقي المحقق بطاقة مكتوب عليها اسم إليوت. وبنلاقي إليوت لسه في الأتوبيس، وبتجيله مكالمة من اللعبة وبيقولوا له فيها إن الشرطة خلاص عرفته، وإنه بقى مطلوب للعدالة، وإن لو قدر يكمل ال 13 تحدي هيسقطوا كل التهم اللي عليه. وبيوصل إليوت لفندق حسب أوامر اللعبة، وبيدخل إليوت الأوضة وبيلاقي فيها شخص قاعد على كرسي. وبيجي له مكالمة من اللعبة إن اللي قاعد على الكرسي ده صديقه جون من أيام الدراسة، وإن جون ده كان بيضربه هو وأخوه وهم صغيرين، وإن جه وقت الانتقام. وبيبلغوا إن التحدي هو قطع إيد جون مقابل مبلغ 200,000 دولار. وبيكون جون جزء من اللعبة، وبيوافق لأنه برضه محتاج فلوس. وفعلا إيلوت بيقطع إيديه، وبياخده على أقرب مستشفى علشان خاطر يعالجوه ويوقفوا النزيف. وبيسلمه للمستشفى وبيبتدي يخرج، وأثناء خروجه بيلاقي أخوه قدامه، فبيضربه بالكرسي وبيخرج. وبتيجي رسالة لإليوت بتحويل مبلغ 300,000 دولار لاجتيازه الاختبار التاسع. وبيكتشف إن التحدي التاسع إنه كان يضرب أخو جون. وبيروح إليوت على الحفلة اللي كان عاملها لمراته، وأثناء وجوده في القاعة بيجيله التحدي العاشر، وبيكون مطلوب منه إنه يدمر القاعة وهو بيغني بصوت عالي. وفعلا بيطلب من الحضور إنهم يطلعوا الجنينة يكملوا الحفلة بتاعتهم. ويبتدي يكسر في القاعة وهو بيغني، وبعدها بيهرب فورا من القاعة. وبتيجي مكالمة لإليوت بالتحدي رقم 11، وبيكون مطلوب منه إنه يسلم نفسه للشرطة. وبيبتدي المحقق يوجه له اتهامات كتير جدا إليوت ما عملهاش أصلا. فبيكتشف إليوت إن في حد تاني بيلعب نفس اللعبة، وبيطلب منه تحديات تاني خالص. فبيبتدي إنه ياخد حديدة من الكرسي ويهدد المحقق علشان يخرجه من هنا فورا. وبياخد تليفونه وبتجيله مكالمة من اللعبة بيقول له فيها إن في شخص تاني معاه في التحديات، وإن لو خلص قبله هياخد كل الفلوس، وإليوت يخسر كل فلوسه، وإن هما الاتنين دلوقتي في التحدي رقم 11. فبيقرر إليوت إنه يهرب من المكان ده بسرعة، فبينط من الشباك وبينزل على الأرض. وبنلاقي إن الموبايل وقع منه وهو مش واخد باله. وبيلاقي واحد بيتكلم في الموبايل فبيسرقه منه علشان يعرف يتواصل مع اللعبة. ولما مش بتجيله أي مكالمات بيبتدي يتجنن. وبيلاقي ست كبيرة ماشية فبيروح عليها وبيقول لها إنها أكيد تبع اللعبة، وإنها تعرف التحدي ال12 إيه. وبيروح معاها بيتها وبيفضل مستني إنها تقول أي حاجة، ولكن الست بتفضل ساكتة. ولما بيتأكد إنها مش تبع اللعبة بيقرر إنه يمشي من البيت. ولكن قبل ما يمشي الست بتطلب منه إنه يربط ليها السلك علشان تعرف تنشر الغسيل بتاعها. ولما بيربط السلك بيلاقي رسالة على تليفونه إن تم اجتياز التحدي رقم 12. وبيلاقي إليوت إن السلك اللي ربطه اتشد على الطريق. وبيلاقي مجموعة ناس بموتوسيكلات ماشيين على الطريق، فبيكتشف إنهم لو عدوا من السلك ده هيموتوا فورا. فبيحاول إنه يشيل السلك، ولكن بيفوت الأوان، والناس بتموت فعلا قبل ما إليوت ينقذهم. وبنلاقي إنه إيليت بتجيله رسالة بالتحدي الأخير، وده إنه يقتل أي حد من أسرته علشان يفوز بالجائزة الكبرى. ولما بيروح إيليت البيت بيلاقي إن أخوه بيحاول يقتل أبوه علشان أخوه كمان مشترك في اللعبة. وبيكتشف إيليت إن أبوه كمان كان مشترك في اللعبة زمان وهو صغير، وإن هو اللي قتل والدته. وبيقول لهم إنه مش هيسمح للعبة إنها تدمر حياتهم زي ما دمرت حياته زمان. وبيقتل نفسه فورا. وبنلاقي أخو إيليت بيسأله هل هو هيقتله ولا لأ علشان يكسب اللعبة. وبيقول له إيليت إنه بيحبه جدا وإنه مش هيعمل كده. وأثناء خروج إيليوت بيحاول أخوه إنه يقتله، ولكن إيليوت بياخد باله وبيرجع وبيقتل أخوه فورا. وبيخرج إيليوت من البيت وبيلاقي إن المحقق دخل البيت علشان يخفي آثار الجريمة. وبيظهر لينا إن المحقق ده هو اللعبة. وبيرجع إيليوت علشان خاطر يقتله، ولكن بيقوله إنه خلاص بقى مليونير وإن كل الجرايم سقطت من عليه. وبيقرر إيليوت إنه يقتله ويخسر كل الفلوس اللي كسبها. وبيكلم مراته علشان يقول لها إنه راجع ليها، ولكن مراته بتقول له إن جالها مكالمة من شخص غريب بيطلب فيها إنها تاكل دبانة مقابل 2000 دولار، ولكنها بترفض علشان دي حاجة مقززة جدا. وبيقفل معاها المكالمة وبيفرح جدا إنها ما اشتركتش في اللعبة. وبس كده يا سيدي، وبينتهي فيلمنا كده. لو عجبك الفيلم لايك وكومنت واشترك في القناة، وقول لنا حابين نتكلم عن ايه الفيلم الجاي. كتبت لكم الحلقة.
مامة نيلي. سجل لكم الحلقة والد نيلي، ومنتج الحلقة برضو والد نيلي. سلام.